السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحباب شيوات أم زينب الفاسية، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في أتم الصحة والعافية وانتم تتشاهدوا هذا الفيديو. هذا كما كتلاحظوا معايا ميني كيك بمذاق البرتقال، كيجيو رائعين منعشين، واهم شيء على انهم سهلين في التحضير وكيوجدوا بسرعه ومكوناتهم متوفره في كل بيت. وقبل ما نبداو من نذكروا احباب احلى متتبعين لقناتنا، ما ينساوش دائما لايك وتركوا لنا يعني شي كومونتير محفز باش ان شاء الله دائما نعطيو الجديد. ودائما اللي زار اول مره كانت له زياره للقناه فما يبخلش علينا بالاشتراك، صابوني ردوها لنا ابوني باش تكبر العائله ديال شيوات ام زينب الفاسيه. ضروري غنضبط معكم المقادير عند التحضير. اول شيء نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للمقادير، بيضتين من الأحسن يكونوا بحرارة المطبخ، يعني مقادير اللي هي بسيطة. فقط كنحتاجو البرتقال اللي هو بطل ديال الوصفة. بيضتين اخواتي اللي غنخفقوها جيدا مع كأس الا ربع ديال سكر سنيدة. دائما ان شاء الله القياسات غتكون عندنا بقياس ديال الشاي اللي هو كأس العنبة اللي هو متوفر بالطبع في كل بيت مغربي. غنخفقوا ديك البيضتين جيدا مع سكر سنيدة حتى تذوب لنا ديك السكر سنيدة، ومنبقاوش نحسوا بالحروشيه ديالها في قعر الاناء. وحتى اللون ديال البيض كيولي بهذا اللون هكا، يعني كيتضاعف كيولي لونه ابيض. ومني كيوليو نوصلوا على هذا القوام، ديك الساعات كنديروا قبس من الملح، وكنديروا كذلك الزيت النباتيه كأس الا ربع كذلك بنفس القياسات. كنمزجوهم جيدا، وكنضيفوا كذلك لي زيست ديال البرتقال. القشر ديال البرتقال اللي كنحكوه انا وضعت هنايا ديال البشر ديال البرتقالتين. كاين في بعض المناطق اللي كيقولوا له الليمون، المهم حنا تنقولوا له التشين، وباللغه العربيه الفصحى البرتقال، باش نكونوا متفقين جميعا. كذلك كأس مملوء بقياس ديال كأس الشاي ديال عصير البرتقال. يعني صراحة بما أن متوفر البرتقال في هاد الوقيته هادي فنستغلو ونوجدو يعني به أحلى الوصفات، ومنهم هاد لي ميني كيك اللي كنشجعكم على أنكم تحضروه، كيجيو جد رائعين. كذلك كنوضعو كيس واحد من خميرة الحلويات، كيس واحد فقط بقياس ديال 8 غرام. كنمزجوه جيدا، وكنوضعو الدقيق الأبيض اللي أكيد منخول مغربل. ملي كيكون مغربل كيسهل علينا المزج ديالو مع الخليط، ما يكونش عندنا شي تكتلات او اي شيء ديال العراقيل في الطريق. تماك عندنا كأسين من قياس كذلك الشيء اللي هو دا، يعني قوام اللي هو مضبوط ومعبور. يعني البنيتات الصغيورين اللي دخلوا الكوزينه ووجدوا هذه الوصفه فغتنجح معاهم من اول تجربه. كما كتلاحظوا كنوضعوا ديك الدقيق الابيض بالتدريج باش يسهل علينا المزج ديالو فقط بهذه الطريقه. يعني والقوام ديالها المطلوب على انها ما كتجيش يعني ثقيله، كيجي القوام ديالها خفيف، يعني باش كتجي مفشفشه من الداخل، ما كتجيش مدقصه بهذا القوام كما كتلاحظوا. وفي هذه القوالب اللي كتلاحظوا بحال المول العجيب، غير هما صغيورين متوفرين بكثره في الاسواق او في المحلات اللي خاصه بيع ديال اللوازم د الحلويات. ضروري كندهنوها بالزبده او الزيت، وكنوضعوا كذلك الدقيق باش نتجنبوا الالتصاق. والفائض اللي كيبقى ديال الدقيق كنحيدوه بهذا الشكل هكا كتلاحظوا. وفي هذا الاثناء راه الفران درتو تيسخن جيدا، وتنملا القوالب ديالي بلي كيك، غير هو وضعته في هذا الجيب الحلواني باش يسهل عليا الملء ديالهم. ولكم الاختيار باي طريقتكم نتوما، يمكن لكم تملؤوا القوالب ديالكم. غير هو اخواتي حاولوا ما تعمروش القوالب حتى الفم ديالو، فقط كتخليو لان واحد المسافه فين تنتفخ لي كيك ديالنا، لانه الموضوع فيه الخميره بهذا الشكل هكا، يعني ضروري كتخليو واحد المسافه فين ينتفخ. كنوضعوا ديالنا القوالب هكا في الفرن، والفرن شاعل من الاسفل فقط كيف الطياب ديال لي كيك.
كاين مولفين كنطيبو، وكان بعد ما كان ساخن نخفض الحرارة إلى 180 وكنشعل عليه فقط حتى كيطيبوا ويتحمروا لنا بهذا الشكل هكا. وجينا مرحلة ديال التزيين. بالنسبة للتزيين هنا عندي جوز الهند اللي هو الكوك، انا غنحمرو حتى يعطيني ديك اللون الذهبي الغامق او محمر. بغيتو تكتفيو به يعني هكا طري فلكم الاختيار. انا غادي نحمرو باش يعطيني ديك اللون يعني محمر. بغيتو يعني بديل ديال الكوك، ما بغيتوش يعني الكوك بغيتو توضعو كاوكاو محمر مهرمش فلكم الاختيار. اللوز محمر. المهم هاد المرحله يعني شنو متوفر عندكم. هنايا عندي مربى المشمش اللي كندهن بها الجوانب ديال الكيك ديالنا، وكنديروا هكا كان الجوانب بجوز الهند اللي محمرته بهذه الطريقه. صدقوني مربى المشمش والكوك محمر مع مذاق البرتقال، ومازال ان شاء الله غنوجدوا كريمه البرتقال، والله الا مذاق الى رائع جدا جدا منعش. كما كتشوفوا بهذه الطريقه غنستمر. لي ميني كيك ديالي كندهنهم هكا بمربى المشمش. بغيتو ديروا حتى العسل فهذه مسألة اختيارية. دائما كي كنقول لكم في جميع لي فيديوهات انا كنعطيكم الوصفة، وبالنسبة للتزيين دائما كيبقى اختياري على حسب المتوفر عندكم. ولكن بهذه الطريقه لا درتو هكا بجوز الهند كيجي رائع جدا، فهو كيتواتى مع البرتقال ومع مربى المشمش. بالنسبه للكريمه ديال البرتقال اللي غنوجدو كذلك، هنا عندي عصير كاسين من عصير البرتقال بقياس ديال كاس الشاي ديال العنبه. هنايا كنوضع لها ملعقتين من نشا. بامكانكم توضعوا ملعقتين اما من نشا او ملعقتين من ديال الدقيق الابيض غير مملوءين، او ملعقتين من كريمه ديال الباتيسري. فلكم الاختيار في هاد الثلاث ديال الانواع اللي عطيتكم. وكذلك سكر سنيده كنوضعوا فيه ملعقتين، يمكنكم ديروا غير ملعقه واحده. وحتى كيكون كنحركهم جيدا قبل ما نوضعوا على النار تيتمزجوا عاد كنوضعوها. ومني كتعقد لنا فكتكون جاهزه باش نملؤوا فراغات ديال الكيك بهذه الطريقه هكايا. كتجي رائعه وغزاله ما شاء الله اللهم بارك. كنملعو عفوا كنملؤوا جميع لي كيك ديالنا بهاد الكريمه ديال الباتيسري، وكنزينوهم بورق النعناع الصغير جدا بهاد الطريقه. فكتبقى كذلك هذه لمسات الا بغيتوا تضيفوها كتجي زوينه جدا في لي كيك ديالنا. وكذلك كنزينها بقطع ديال الفراوله، بامكانكم تزينوها بقطع ديال البرتقال في الجنب ديال ديك ورق النعناع. فشكلهم النهائي في طبق التقديم كيجيو رائعين. كنتمنى على انكم تجربوهم وتردوا عليا. كتجي لي كيك رائعين منعشين من الداخل مفشفشين وبمذاق البرتقال. فان شاء الله نخليكم حتى تجربوهم وتردوا عليا. والى هنا كنقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.